النهائي الكبير، تشيلسي ضد باريس سان جيرمان، 13 يوليو 2025، نيو جيرسي، ملعب ميت لايف. 81,000 مشجع و90 دقيقة تحولت لعرض تكتيكي من الطراز العالي. نبدأ بالخطة. تشيلسي نزل بخطة 4-2-3-1، لكن في التحولات الهجومية كانت بتتحول ل 3-2-5، يعني جوستو بيتقدم وكوكوريا بيقفل كقلب دفاع تالت. وسط الملعب اللي كان فيه كايسيدو وإنزو اللي قفلوا العمق تماما قدام باريس. أما باريس فلعب ب4-3-3 وحاول يعتمد على التمريرات القصيرة من العمق وطلعات ديمبلي من ناحية اليمين، لكن تشيلسي قرا ده من بدري وضيق المساحات قدامهم. لو شفت الهدف الأول فأكيد لاحظت إن نونو مينديز اتأخر في التمرير، ودي كانت نقطة ضعف باريس طول الماتش. تشيلسي ضغط ب3 لعيبة في الثلث الأخير، وسريعا جوستو خطف الكورة ومررها لبالمر اللي استغل المساحة وسجل هدف ذكي جدا. دي لحظة بتبين إن تشيلسي مش بس بيعتمد على المهارة، لأ، بيعرف إمتى يضغط وإزاي يفتح مساحات في ظهر خط وسط الخصم. أما الهدف التاني فممكن نديله عنوان شغل تكتيك نضيف. تمريرة طولية من كولويل، ودي مش صدفة، تشيلسي كان دايما بيستغل ضعف تمركز باريس بين قلبي الدفاع. بالمر يستلم، يروح على المدافع ويسجل بالراحة على شمال دوناروما. أما الهدف الثالث، أو لو عايزين نسميه رصاصة الرحمة، بدأ من إنزو، تحرك بدون كورة من جواو بيدرو، تمريرة بينية من بالمر، توقيتها قاتل وتنفيذها في ذكاء عالي. لوب من فوق دوناروما اللي كان متقدم شوية. خلاص باريس اتكسر. أما الشوط الثاني كان بعنوان التنظيم الدفاعي يحسم. تشيلسي لعب على النتيجة. ماريسكا أمر الفريق يقفل العمق ويمنع التسديد من بعيد، والأهم كل خط وسط باريس اتعزل عن خط الهجوم. نسبة الاستحواذ ما كانتش مهمة خالص، اللي فرق هو الفاعلية والانتشار والضغط في اللحظة الصح. تبديلات ماريسكا كانت تكتيكية بحتة، نزول لاعب زي نكونكو وكيرنان ديوستري عشان يزود المجهود الدفاعي، تغيير رسم الخطة من 4-2-3-1 ل 5-3-2 في آخر 15 دقيقة، وده خنق أي محاولة من باريس للعودة. حتى الطرد انعكاس للعصبية، باريس دخلوا في توتر نفسي، وجواو نيفيز خرج عن السيطرة لما شد شعر كوكوريا. دي لقطة بتوضح إن تشيلسي كسب نفسيا قبل أي حاجة. النهائي ده مش بس فوز 3-0، ده درس تكتيكي من ماريسكا لفريق مليان نجوم. تشيلسي عرف يوقف كل مفاتيح لعب باريس واستغل كل لحظة ضعف، وده سر الفوز. تشيلسي مش بس بطل العالم للأندية، تشيلسي علم على الكبار، وكول بالمر أثبت إنه واحد من أخطر المواهب في أوروبا حاليا، وإن بيب جوارديولا كان مخطئ جدا في إنه استغنى عنه. اكتبوا لنا في الكومنتات، هل شايفين إن ماريسكا يقدر يوصل بعيد في دوري الأبطال؟ ومين نجم الماتش الحقيقي في رأيكم؟ ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد، واستنونا في حلقات جاية من برنامجكم دبل شوت. سلام.